أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، والآن نستضيف لكم الأستاذ والباحث في قضايا الدين والسلم الأستاذ سيرو مورنباي. مرحبا بكم أستاذ. مرحبا بكم أهلا بكم في موريتانيا. عزيزة، ما شاء الله طيبة. دكتور، المؤتمر هذه السنة يأتي تحت عنوان إفريقيا وصناعة الأمن لا يأس من رحمة الله، ممكن أن تفككون لنا هذا المفهوم قليلا؟ ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر الإخوة والأخوات القائمين على هذه القناة، ونشكر كذلك الحكومة الموريتانية وشعبها، ونشيد بالجهود التي يقوم بها شيخنا العلامة عبد الله بن بية في سبيل ترسيخ الأمن والسلم في إفريقيا. وهذه المرة يعني تم اختيار موضوع جاء في محله، وهو لا يأس من رحمة الله. فهذا الموضوع مؤصل شرعا، يعني الإسلام دائما يحب الفأل والتفاؤل ويكره التشاؤم، والإسلام كذلك سبق الأنظمة الراهنة على الرؤية المستقبلية. فالقرآن أشار إلى الخطة ال15 التي وضعها سيدنا يوسف انطلاقا من هذه المسلمة. يعني يأتي موضوع هذا المؤتمر يعني في وقته. والإفريقيا كلنا يعرف أنها تعاني من أزمات حادة تكتنفها من كل جانب، ولكن هذا لا ينبغي أن يجعلنا نيأس عن المستقبل. ولكن الرؤية المستقبلية لا تعني مجرد التواكل، بل تعني وضع خطط وبرامج مستقبلية احتمالية لكي نتدارك ما ينبغي أن يقع في المستقبل. وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، وجميع الدوائر الغربية وغيرها تهتم بالرؤية المستقبلية. فإفريقيا غنية بالموارد البشرية وكذلك غنية بالثروات الطبيعية، ولكن لا يمكن استغلال كل هذه يعني تحت نير الحرب والاقتتال والكراهية. أيوة، شكرا. طيب أستاذ، بخصوص هذا الموضوع، ما هي الرسالة المحددة التي يوجهها المؤتمر اليوم للقوى الدولية التي ترى في إفريقيا ساحة للصراع وليس منطقا أو منطلقا للأمل والاستقرار؟ إذن الرسالة التي تؤديها أو يؤديها هذا المؤتمر يعني رسالة مفادها أن إفريقيا يجب أن تقوم بالاكتفاء الذاتي بدل الاعتماد على الآخرين. فلدينا كل الإمكانيات، إذا جمعناها يمكن أن نحل أمورنا بأنفسنا. يعني إفريقيا يجب أن تتعامل مع العالم الخارجي كشركاء، ولكن ليس كمكان لاستقبال المساعدات وهذه الأمور. وهذه الأمور لا تتأتى إلا من جراء توفير يعني الأمن وتوفير كذلك الاكتفاء الذاتي بكل معنى الاسم، كما يقول سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دكتور، بالكلام عن التدخلات الخارجية سواء كانت إيجابية أو سلبية، يرى الكثيرون أن أزمات مثل مالي والسودان هي نتاج تدخلات خارجية. كيف يمكن لخطاب تعزيز السلم أن يعزز السيادة الفكرية للأفارقة لحل مشاكلهم بأنفسهم؟ نعم، يعني هذا الخطاب المتزن الذي يحمله المؤتمر الإفريقي بقيادة وبرئاسة مولانا الشيخ عبد الله بن بية منذ بدايته ما زال مستمر ودائب على هذا الخطاب الذي يدعو إلى الجمع وحشد وتنابز الفرقة، وكذلك الحوار الذي هو الحل لكل المشاكل، لأننا بالحوار نستطيع إلى الحلول الوسط. يعني كل واحد يتنازل عن جزء من حقه لنصل إلى المشتركات. لابد من نبذ العنف والرجوع إلى الحلول الوسط واعتراف كل منا الآخر. يعني لا ينبغي أن نعيش منعزلين بعضنا عن بعض، يجب أن نتكاتف. إفريقيا شعب واحد كشعب واحد. أنا مثلا عندما أزور موريتانيا أشعر بأنني لست في الغربة،
وكذلك الموريتاني إذا جاء في بلد السنغال يشعر هكذا. إذا لماذا هذا التقاتل وهذا التحالف؟ نحن أقرب من أن نفرق. أيوة جميل. أستاذ، هذا المؤتمر يعقد برعاية موريتانيا وبشراكة واسعة طبعا، كيف يمكن تحويل توصيات هذه النسخة إلى تشريعات أو سياسات تتبناها الحكومات الإفريقية؟ نعم، إذا أظن أن هذه المؤتمرات مخرجاتها يجب أن مثلا الذين يدعون للحضور لمثل هذه المؤتمرات يجب أن يكونوا رسل سلام، يعني إما خطباء وإما حكوميين وإما دعاة، يجب كلهم أن ينزلوا هذه الأمور على الواقع، لأن الأمر لا ينبغي أن يكتفي على النخبة، يجب تنزيله على أرض الواقع، كل حسب إمكانياته وقدرته. شكرا لكم أستاذ، نرحب بكم مرة أخرى في موريتانيا. شكرا لكم.